قلبي مجروح في داخلي. ده تعبير جه في المزمور. في ناس بيبقى جرحها صعب، وفعلا القلب لما بيتجرح وجعه بيبقى أصعب من وجع الجسد. لما الواحد يبقى مجروح نفسيا ساعات الناس ما تقدرش أو ما تستوعبش العذاب اللي هو فيه، أو النقح الجواني، أو يعني إيه مش قادر ينام من كتر ما أفكاره هداه. المشاعر دي بتبقى صعبة أوي، وساعات الواحد يتكسف يتكلم، لأنه لما يجي يتكلم حاسس الناس يا إما مش هتفهمه يا مش هتقدر. قلبك محدش يحس بيه غيرك. قلب الإنسان للإنسان، يعني هيفضل سرك مهما كان، مهما عبرت. اللي جواك ما بيطلعش كله وما بيتحسش كله. قلب الإنسان للإنسان. ففي قاعدة كتابية كده، إنك مش هتلاقي إجابة واضحة لسؤال ليه يحصل لي أنا كده، وليه بتوجع بزيادة مع إنه بيحبني، وليه في لحظة بقى متأكد إن ربنا معايا جدا، ولحظة تانية أحسه زي اللي قالب عليا وكرهني. والغريب إنه الشعور ده ملوش سبب واحد، إنما لازم يعدي علينا كلنا، وبتوع ربنا بالذات بيعدي عليهم كتير، لأنه لازم يدوقوا جثماني بتاعت المسيح، لازم يدوقوا صليب المسيح، فيقولوا قلبي مجروح في داخلي. لما بنشوف تجارب في شباب صغير وفي أطفال وفي ناس مقبلة على الحياة ما بنقدرش نتكلم، لأن نكون معزين متعبين. هتصبر الناس بأي منطق؟ ما هو غصب عن أي شاب برضه مقبل على الحياة، له أحلامه وله طموحاته، وأهله له يعني منوا له حاجة، بقينا في حتة تاني خالص بقى، هيعيش ولا مش هيعيش ولا. وتيجي تجارب ناشفة قوي، ويبقى حتى الكبار من قلبهم بيقول لك يا ريتها جت فيا أنا من كتر الوجع. طب ليه كده؟ لما تنتظر العدل، يعني تبقى واضح انك حقاني قوي ومستني العدل، وانت عارف ان ربنا عادل ومش بعيد عليه ومش صعب عليه، وبعد ما بيجيش العدل ده، ما بيجيش من ظلم لظلم، وصوت الظالم اعلى، والدنيا كلها ماشيه مع الظالم. حاجه تفرس بصراحه، حاجه توجع القلب. وبعدين تبقى مستني ازمه تخلص ويدولك بوادر، خلاص هتخلص، يدولك امل ويعشموك، تعلى تعلى تعلى، وفجاه تهبد على الارض هبده كده. طب ليه كل ده؟ من الجروح اللي بنقابلها جرح نجاح الاشرار. لما نبقى عايشين في عالم يغلب عليه الشر ويظل من جيل لجيل للاسف العالم وضع في الشرير. طبيعي احنا بنصلي وبنحب الخير، لما بتلاقي الشر يكسب مرة واثنين وثلاثة، ده شيء صعب على أي نفسية طبيعية. دانيال في حياته أكتر من مؤامرة، وكل مرة ينجحوا مؤقتا. طب إيه ده؟ ليه بيعملوا كده؟ وليه بيتحط في الظروف القاسية اللي زي كده؟ مش ممكن تطلع من جرح القلب الشديد ما كانتش السماء تشغلك، الأرض تزود نكدك، العشم في الدنيا يزود الكآبة. لأنه فعلا لما تعشم في الدنيا هتوصل للي وصل له سليمان: باطل الأباطيل الكل باطل ولا منفعة تحت الشمس. مرة واحد قال لي أنا قريت الجامعة جالي اكتئاب، قلت له ابونا تدرس علمنا مبدأ ان في كلمة ما اتقالتش اسمها فوق الشمس. يعني ايه؟ انت اكتئبت عشان ماسك في الدنيا، فالجامعة كله بيقول لك ايه؟ خسرانة خسرانة، خربانة خربانة، ما تعشمش فيها. فطبعا حاجة تسد النفس. لكن لو انت فكرت فوق الشمس مش تحت الشمس، دي حاجة بعد الشمس، يعني خلاص هتفوق. فرجع ورا الجامعة تاني قال لي ده عجبني قوي. هي فعلا كده، الأبدية هي اللي تدوقك أحلى ما في التجارب وأحلى ما في الأحزان. لما تلاقيها قفلت من كل ناحية تقول له طب أنا عاوز إيه؟ ما أنا عاوز السما. خليها تقفل، خليها تتعقد. هياخدوا مني إيه؟ ياخدوا العمر، ياخدوه فلوس، ياخدوه خدمة، ياخدوها كرامة، ياخدوها أي حاجة.
طب هيفضل حاجة واحدة بس، المسيح بالسماء بتاعته، مين يعرف ياخده؟ محدش يقدر ياخده. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ دي الحاجة الوحيدة اللي محدش يعرف ياخدها. خلاص تفهمها بقى، حط السماء قصاد عينيك، هتعرف تقول مع الكتاب إني أحسب أن آلام هذا الزمان الحاضر إيه؟ لا تقاس بالمجد الحديث. يعني إيه؟ خلاص وماله، بدل نتعب شوية وكله ده يتحسب، كل ده يتضرب في 100 و1000 لا تقاس بالمجد. إذا كان ده كله مجد حلو، إذا كان الصليب مجد والمرض مجد والذل مجد والظلم مجد والخيانة مجد والعار مجد والتهزيء مجد وتعب الخدمة مجد، وخلاص وماله حلو. الحل الجذري لجرح القلب المزمن ده انك تحاول تنمو في حكاية الصلاة دي، انك ما تديش دماغك فرصة تفكر كتير، انك ما تهاودش قلبك في المشاعر البشرية العادية. قول انا صلاة بس، اصحى صلاة، انام صلاة، اكل صلاة، اشرب صلاة، انا ما عنديش غير كده. اللي بيعرف يمشي في السكة دي بيبقى فوق الحاجات دي، بتبقى عنده ممكن مشاكل الدنيا وهو في حتة تاني، عايش فعلا المعنى بتاع السما جوه، ملكوت الله داخلكم. لما تبص على الصليب تنسى انت ايه مشكلتك. قارن كل مشاكلك ووجعك بوجع المسيح، وشوف انت ايه كمان وهو ايه. اذا اتخبطت هو اتخبط كتير قوي، اذا اتهنت هو اتهن اكتر كتير قوي، اذا خسرت هو خسر اكتر بكتير قوي. اذا اي حاجة عدت عليك مر قوي، المرارة دي ما تجيش حاجة جنب اللي شايفه. لو عرفت تركز فيه، اخطيت في التعبير، هيصعب عليك ومش هتصعب عليك نفسك. هتقول له يا حتة انسان يستاهل كل اللي يجراله، والاله الحقيقي يحصل له ده كله. لا يعني مهما حصل لنا، يعني ما احنا بشر في الاخر، تراب يعني. انما ربنا له المجد يقبل ده كله عشان يحيلنا ويصالحنا ويقول لنا تأكدوا ان الوجع مهم، اعرفوا انه ضروري، لان انا بدوقه معاكم اهو، بشربه معاكم، بجتاز معاكم نفس السكة الصعبة دي، بس انا هاخدها على اخرها بقى، هعدي كل الوجع بتاعكم بشويات. فهنا يقول ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله. مكمله يقصد بيها كمان كمل الآلام، قد أكمل، كملت فيه هو لوحده، مفيش حد فينا كملت فيه الآلام. الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. عقبالك، يعني بقية الآية ينطبق عليك لما تشيل انت كمان الصليب. لإلهنا كل مجد وكرامه.